السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ انا ياسمين محمد ودي رسائل ياسمين. جاي اتكلم يا صديقي معاك النهاردة في شفاعة النبي. تخيل حبيبك هيقف ومش هيسيبك وهيفضل يدافع عنك لآخر لحظة وهو بيقول أمتي أمتي. مش هيسيبك في اليوم اللي انت خايف او قلقان منه. احنا في الدنيا هنا لما بتحصل موقف مثلا وتبقى قلقان او خايف منه بتتصل بأي حد انت بتحبه، يعني صاحبك او اخوك او جارك او اهلك او ابوك او والدك، اي حد انت بتحبه اتصل بيه علشان يقلل من خوفك ومن قلقك ويساندك ويعينك. تخيل بقى يا صديقي ان انت هناك هيبقى سيدنا محمد بيدافع عنك وواقف جنبك وبيشفع لك عند ملك الملوك. تخيل معايا لحظة جميلة زي دي. في البداية احنا كلنا مقصرين بلا استثناء، وانا اول واحدة يعني. كلنا طمعانين في كرم ربنا وفي شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. يعني مفيش مترجم ما بيننا، مفيش وسط، مفيش واسطة زي ما بيقول، مش موجودة دي. لا يعني يا لهوي انا اسفة بس يعني اصل تخيل اللحظة فظيعة بجد. انك واقف قدام الصانع، انت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وبتكلمه كده، واللي هو يا رب، يعني انت بتكلمني انا يا رب، حضرتك سبحانه وتعالى بتكلمني انا يعني، ومفيش بينا حجاب يعني ومفيش بينا حد يكون واسطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيكون وراك، حبيبك وحبيب ربنا هيكون وراك وبيتكلم وبيدافع عنك. عليه الصلاة والسلام يقول لربنا عز وجل: يا رب شفعني في الشخص ده، يا رب انا عارفه بالاسم، يا رب اقبل اعتذاري عنه، كان بيفتكرني، كان يتذكرني. ودي شفاعة اللي سيدنا محمد اتكلم عنها وقال: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي بدعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. سيدنا محمد كان قادر ان هو يدعي بيها في الدنيا. هو ما كانش بيعيش له اولاد مثلا، يعني ما كانش بيعيش له اولاد، كل اولاده توفوا في حياته الا السيدة فاطمة توفت من بعده. فكان قادر ان هو يدعي وان هو اولاده يعيشوا معاه، خصوصا الذكور منهم، لانه تفتكروا معايا الحادثة بتاعت ابو جهل لما قال له يا ابتر، ونزلت فيها آية الكرسي، هنتكلم عنها في فيديو ان شاء الله. فكان سيدنا محمد في الوقت ده قادر يدعي ان هو يا رب خلي اولادي يعيشوا والذكور منهم، ولكن سيدنا محمد خباها. سيدنا محمد شالها عشاننا، علشان يشفع علينا، عشان يقف جنبنا ويدافع عننا، علشان بيحبنا وعايزنا نبقى معاه في الجنة. يا صديقي تعمل ايه بقى؟ يعني الزتونة بقى علشان تاخد الشفاعة دي فعلا. تعمل ايه؟ خليك معايا واحدة واحدة. اول حاجة والله سهلة، بس يعني ايه، انت داوم عليها، هتكسر مرة وترجع مرة تانية، هتكسر وترجع. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات أول لما تصحى وقبل ما تنام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. شفت بسيطة ازاي؟ شفت عليه الصلاة والسلام هتصلي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، تاخد الشفاعة بتاعته، يقف حبيبك وحبيب ربنا ويدافع عنك وتدخل الجنة. وبما اننا داخلين على الشهر الكريم، هنصلي عليه الصلاة والسلام 10 مرات وقت السحور و10 مرات عند الفطار، ما بين الصيام، ما بين كسر الصيام والصيام. وخليك فاكر ان اللي بيصلي على سيدنا محمد مش بس سيدنا محمد بيرد عليه السلام وبيبقى عارفه بالاسم، لا ده كمان ربنا بيصلي عليك. صلاة ربنا علينا رحمة ومغفرة ورفعة في الدرجات وإكرام دنيا وآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلق
هو قائم عند قبري إلى يوم القيامة، يعني هو قاعد هيفضل قاعد عند قبر سيدنا محمد لحد يوم القيامة. لا يصلي أحدا علي صلاة إلا سماها باسمه واسم أبيه، يعني يقول له يا سيدنا محمد فلان ابن فلان صلى عليك، وقال يا أحمد صلى عليك فلان ابن فلان. ضمن لي ربي تبارك وتعالى أن أرد عليه كل صلاة ب10. يعني كمان سيدنا محمد هيرد علينا الصلاة ب10، يكون عرفنا بأسمائنا وأسماء أبائنا. طيب تاني حاجة بقى، عشان تدرك أو يعني تنول شفاعة النبي تعمل ايه؟ زي ما قلتلك الفيديو اللي فات، قلتلك انه لما تيجي تعمل حاجة افتكر ان ربنا معاك، ربنا شايفك. المرة دي افتكر كمان ان سيدنا محمد شايفك وهو جنبك، وتخيله كده اللي هو الحاجة اللي انت قادم ان انت تعملها دلوقتي، هل انت لو جنبك سيدنا محمد هتقدر تعملها فعلا ولا لأ؟ طيب لو لأ يبقى انت بتستحي منه، اذا هي حاجة غلط، اذا انت مينفعش تعملها، اذا انت لازم تبطل تعملها وما تعملهاش. يا رب ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب يعجبكم واتمنى يفيدكم، وربنا يهدنا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.